السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهورنا العزيز، اخواتي واحبائي، الناس اللي طلبت مني ان انا احلل ماتش الاهلي وصن داونز. النهارده انا جاي عشان احلل ماتش الاهلي وصن داونز، وجاي عشان اقول لك ليه الاهلي خسر نقطتين مهمين جدا 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 في السباق الافريقي ضد صن داونز النادي الاهلي. بصوا يا جماعه، اولا عشان بس نبقى واضحين، الاهلي امبارح قدم ماتش سيء لابعد الحدود. الاهلي امبارح ما استغلش ان هو موجود على ارضه وسط جمهوره وتعادل 2-2 وخسر نقطتين مهمين جدا 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 جدا. اول حاجه ما عايز نتكلم عليها وعايز اقولها النهارده ان الاهلي بدا طريقه اللعب العاديه او المعتاده بتاعته 4-3-3. الاهلي بدا بمحمد الشناوي حارس مرمى، من ناحيه الشمال علي معلول، ناحيه اليمين محمد هاني، اثنين سيرد باكين محمد عبد المنعم ومحمود متولي، قدامهم ثلاثه في نص الملعب اليو ديانج، محمد مجدي قفشه ومروان عطيه، قدامهم ثلاثه في خط الهجوم، الشحات على اليمين، احمد عبد القادر على الشمال، وبيرستاو مهاجم صريح. امبارح يا جماعه كان بيحاول يطبق فكره معينه اللي هي الضغط العالي على فرقه صن داونز. طبعا اللي يقرا صن داونز كويس او اللي يقرا فريق صن داونز، اللي اتفرج له على الماتشات، اللي يشوف ماتشات صن داونز، هيعرف نقطه الضعف الواضحه والظاهره تماما، الا وهي السرد باكين بتوع صن داونز. السرد باكين بتوع صن داونز اقل ما في المنظومه بتاعه الفريق الجنوب الافريقي، والسرد باكين بتوعهم سرد باكين على قدهم زي ما احنا بيقولوا، والتخريج الباص بالنسبه لهم ضعيف جدا جدا جدا. مارسيل كولر حب يستغل النقطه دي وبدا يضغط على لعيبه صن داونز من قدام، وده لهدفين. الهدف الاول هي افساد طريقه صن داونز في تحضير. عارفين طبعا ان فريق صن داونز فريق كوره كويس قوي، فبيعتمد على اخراج الكوره من رجل لرجل من منطقته الى منطقه المنافس اللي هو النادي الاهلي. فمارسيل كولر كان بيضغط على السردباكين او على صن داونز من قدام عشان يفسد لهم طريقه اللعب دي. الحاجه الثانيه والاهم ان هو يخطف الكوره بدري فيعمل هجمه مرتده، فيحاول ان هو يجيب جون بدري عشان يريح لعيبته المرهقه جدا. بالفعل مارسيل كولر نجح في الخطه اللي هو كان راسمها، وبالفعل النادي الاهلي ضغط كويس قوي، وبالفعل في اول 4-5 دقائق جه لاحمد عبد القادر كوره مهمه جدا جدا من ضغط النادي الاهلي. السيرد باك بتاع صن داونز ما كدبش خبر وراح مدي لاحمد عبد القادر هديه، اتفضل يا احمد عبد القادر هات جون. احمد عبد القادر استلم الكوره وبكل رعونه حطها في ايد الحارس. الكوره دي يا جماعه كوره مهمه جدا 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 جدا. احمد عبد القادر ضيع على الاهلي شويه الفرص ان الاهلي يكون متقدم في اول 4-5 دقائق، شويه الفرص ان الاهلي يكون ضاغط على صن داونز من اول دقائق، شويه الفرص ان انت بتريح لعيبتك وبتريح الناس اللي حواليك ان هم هيلعبوا مرتاحين طول الماتش. خلاص انت عملت حاجه مهمه جدا او قطعت نص المشوار، ان انت جبت الجون الاول في صن داونز العنيف. طبعا انيانجو بدا من هنا، بدا يستعيد الثقه بتاعته، بدا يستعيد الفرقه كامله، بدا بعد ما كان صن داونز بيتضغط عليه وبيغلط بدا يستعيد لصن داونز الثقه كامله، بدا يعلي من فريقه، بدا يعلي منه هو شخصيا، ومن هنا بدا يبقى انيانجو هو نجم الماتش. وبالفعل هو طلع نجم الماتش وشال كور كتير جدا جدا جدا، وكان اهم كوره اللي علت منه جدا الا وهي كوره احمد عبد القادر. بعد كده يا جماعه بدا الماتش يتحول، الضغط العالي اللي كان بيعمله النادي الاهلي بدا صن داونز يقرا فكر كولر ان هو بيلعب على الضغط العالي، فبداوا يعتنوا جدا بالباص، بداوا يطلعوا الكوره بشكل سليم، بداوا يدوروا الكوره بشكل سريع، ومن هنا بدا يضرب لك خطه ضغط على فريق صن داونز. بدا يطلع بالكوره كويس قوي 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 من منطقته، ولذلك شكل عليه خطوره كبيره جدا جدا جدا. الخطوره يا جماعه اللي خلت صن داونز في دقيقه 35 36 يجيب جون عكسي على النادي الاهلي، الجون الاول لنادي صن داونز. من هنا بدات المباراه تاخد شكل او منحنى مختلف تمام، لان نادي صن داونز بعد ما جاب الجون بدا يستغل او بدا يعمل حاجات تنرفز النادي الاهلي، وعلى راسهم الاحتفال الغريب اللي عمله فريق صن داونز اللي هو على شكل علم الزمالك، او انا ما فهمتش الاحتفال بصراحه يعني، ولكن لو هم عملوا كده فالناس دي يبقى بتفكر بشكل عالي جدا جدا، وبتفكر ازاي تستغل او تستفز لعيبه النادي الاهلي، وبالفعل استفزت النادي الاهلي. زين الشحات عمل تاكلين كان ممكن ياخد فيها كارت احمر بسهوله جدا، ولكن ربنا ستر ان مفيش فار في الماتش ده. طب بعد كده بدا الماتش يروح شويه ناحيه صن داونز بعد الجون اللي جابه صن داونز، وبدا طبعا فاضل 10 دقائق 15 دقيقه على الشوط الاول، الاهلي بيحاول ولكن مفيش اي محاولات جديه على مرمى نادي صن داونز، هي كلها حاجات بسيطه على
فريق صن داونز. الشوط الاول خلص يا جماعه على كده نادي صن داونز على كده متقدم على الاهلي 1-0 في ملعبه في وسط جمهوره. بعد كده بدانا نخش الشوط الثاني، والشوط الثاني بدا الاهلي يتحسن شويه، بدا مستويات اللعب تعلى شويه، بدا لعيبه الاهلي تفوق شويه، ومن هنا جالنا ضربه جزاء لبيرسي تاو. بيرسي تاو بياخد الكوره بينطلق بيخش وسط المدافعين، فالمدافع بتاع صن داونز اللي احنا اتفقنا ان هو اقل ما في المنظومه يعمل ضربه جزاء لصالح الاهلي وبيرسي تاو. طبعا هنا بدات جماهير الاهلي تتفائل وخلاص بقى الدنيا بدات تفتح اهو الحمد لله، وضرب الجزاء و فوجئنا بدخول محمد هاني وان هو ماسك الكوره هيشوط الكوره. طبعا انا ما فهمتش القصه دي، وكان في اقاويل كتير ان محمد هاني اتكلم مع حسين الشحات وحمد مجدي قفشه مسك الكوره في الاول ولكن اللي انا شفته في الاخر ان محمد هاني مسك الكوره، وطبعا كان اكتر متفائلين او اشد المتفائلين عارف ان هي هتخرج بره او هتتصد باقصى تقدير، وبالفعل محمد هاني دخل وحط الكوره واتصدت تمام. بس حاجه مهمه داخل الماتش ان انت من اول الشوط الاول من اول 15 دقيقه وانت شايف 4-5 عناصر عندك مش في فورمتهم، واقعين جدا، مش في الملعب، مش شايفين الملعب، ونادي صن داونز ضغط عليك بكل قوه. عندك محمد مجدي قفشه مش موجود تقريبا في الملعب، وكل كوره يا بيفتي فيها يا بيباصي يا بيعمل اي كلام عشوائي يا بيلف حوالين نفسه. عندك بيرسي تاو نفس الحكايه، بالنسبه لي ما كانش موفق خالص الماتش ده. عندك محمد هاني واخد انذار، عندك اكتر من لاعب، عندك اليو ديانج في نص الملعب تايه توهان السنين، فانت عندك اكتر من لاعب تايه في وسط الملعب. وده يفكرنا طبعا بمانويل جوزيه اللي كان بيغير تشكيله الملعب بتاعته، لو هو حاطط تشكيله وحط التشكيله دي مش موفقه في اول 10 دقائق 15 دقيقه هتلاقي بيتدخل بالتغييرات، وهو كان عنده 3 تغييرات بس مش زي دلوقتي ان هم عنده 5 تغييرات، فالموضوع كان اصعب بالنسبه لمانويل جوزيه، فكان بيغير بسرعه عشان يلحق الناس دي او يلحق الناس اللي كانت موجوده في الماتش ده بدل ما الماتش يتقلب عليه. طبعا اول سنه الكولر في البطوله الافريقيه وده مؤثر عليه جدا جدا جدا، لانه هو لسه مش فاهم افريقيا ولا ادغال افريقيا ولا فاهم اللي بيحصل في افريقيا كويس قوي، وده اللي حصل داخل الماتش امبارح وظهر في اكتر من ماتش من ماتشات افريقيا، اولهم ماتش الهلال وبعد كده صن داونز. طيب انت دلوقتي عندك 3-4 لاعبين مش في الفورمه، غير بقى خلاص، غير اللعيبه اللي مش في الفورمه دي ودخل لعيبه ثانيه تقدر تعلي لك من الماتش وتقدر تدخلك في الماتش ثاني، خصوصا ان نادي صن داونز كان ماسك الماتش بشكل كبير، ووسط النادي الاهلي او خط وسط النادي الاهلي ما كانش باين خالص، ومع خط الدفاع اللي كان واقع تماما في الماتش ده ومش عارف ليه. بعد ضربه الجزاء بدات الاهلي، انا قلت ان الاهلي خلاص بقى بعد ضربه الجزاء ده وتضييع ضربه الجزاء الاهلي هيهمد والاهلي خلاص مش هيلعب كوره ثاني. بس بعد كده بدا الاهلي يعمل كوره كويسه، بدا يسرع رتم شويه، ومن كوره ثابته محمد عبد المنعم بيجيب الجون الاول، وهو بالمناسبه من ارجل اللعيبه مع مروان عطيه مع حسين الشحات. طيب بدا محمد عبد المنعم بيجيب الجون الاول النادي الاهلي، بدا جماهير الاهلي تتفائل، بدانا خلاص احنا نلعب كوره بقى وبدانا القصه هتمشي معانا كويس قوي، يلا خلاص وتوكلنا على الله. وبالفعل النادي الاهلي جاب الجون الثاني لحسين الشحات من كوره غير متوقعه اطلاقا، ولا اي حد توقعها لا في المدرجات ولا من الجماهير ولا في البيوت ولا اي حاجه توقع ان حسين الشحات هيعمله، وبالفعل حسين الشحات تجيب جون، ودي من تطور لتطور ومستواه ما شاء الله بيعلى بطريقه لافته. وطبعا ساعه ما يعلى مستوى حسين الشحات ويتطور تعرف ان مارسيل كولر هيطلعه في الوقت ده، ومش عارف ليه كل مره يكون هو اختياره او يقع اختياره على حسين الشحات، مع ان بيرسي تاو كان واقف في الملعب ما بيعملش اي حاجه نهائي، ولكن الاختيار وقع على حسين الشحات. طيب انا بس بسال بعض الاسئله لمارسيل كولر في النقطه دي. انت دلوقتي فريق شايف ان هو متفوق عليك، فريق صن داونز فريق قوي، شايف ان فريق صن داونز فريق مش عشوائي، شايف ان ده هو الند بالند معاك في المجموعه، فكان لازم هنا 2-1 كان لازم هنا تتدخل يا كولر وتشد واحد من الثلاثي اللي قدام وتدخل مكانه حمدي فتحي، يبقى حمدي فتحي مع مروان عطيه مع اليو ديانج الغير موفق، ولكن وجوده برده كان في الملعب مهم. بعد كده هتبدا تقفل على قد ما تقدر وتلعب، لان صن داونز هيندفع عشان يتعادل، لان نادي صن داونز مش من النوادي اللي هي بتكتفي بالنتيجه، بالعكس من كده تماما، ده هو عايز يكسب في كل لحظه، عشان كده كان هيندفع لقدام، وانت كنت هتستغل المساحات اللي كان هيسيبها من وراه وتبدا تعمل شغل في المساحات دي وتبدا تحاول تهدف الجون الثالث والجون الرابع، بس ده ما حصلش وسبت الملعب زي ما هو، وعاقبك صن داونز فريق نادي صن داونز يجيب الجون الثاني والتعادل الاهلي بعد 10 دقائق من جون النادي الاهلي وينكد على كل الاهلاويه. ليه ينكد على كل الاهلاويه؟ لان الاهلاويه عارفين او شايفين الماتش كويس قوي من اول الماتش، وشايفين ان في تفوق كامل لنادي صن داونز في الماتش ده،
فانت معنى ان انت ترجع من بعيد وتجيب جون وراه التاني، فده حاجه كويسه جدا 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 كفروض تحافظ عليها. ولكن ده ما حصلش يا جماعه. مارسيل كولر برضو نرجع ونقول السنه الاولى افريقيا، سنه اولى افريقيا بالنسبه له هتبقى سنه صعبه جدا جدا جدا. التغييرات اللازمه في عقب نادي صن داونز وجاب الجون الثاني وتعادل، ومن هنا بدات احس ان خلاص الماتش خلص وخلاص مفيش حاجه هتحصل تاني في الماتش، لا جول لصن داونز ولا جول للنادي الاهلي، خصوصا ان صن داونز خلاص بدا بعد الجون الثاني يكتفي بده تماما وبدا يرجع لمناطقه وبدا يلعبك وهو في المنطقه بتاعته. طبعا هم عندهم لياقه كويسه قوي ان هم يقفلوا المنطقه دي كويس قوي وما يخلكش تعمل اي هجمه، وده اللي حصل تاكيدا. يعني الماتش خلص وخلاص تعادل و2-2 بين الاهلي وصن داونز. طبعا التعادل ده عقد المجموعه على النادي الاهلي وعقد طريق النادي الاهلي الى البطوله الافريقيه، لان التعادل ده خلى النادي الاهلي يمتلك نقطه واحده بعد الخساره من الهلال، في حين ان صن داونز عنده 7 نقط والهلال عنده 6 نقط. فده بالنسبه له تعقيد كامل كامل كامل. طيب هل كده من النادي الاهلي خسر البطوله او طلع من البطوله او خرج من دور المجموعات؟ ما اعتقدش لسه يا جماعه. البطوله لسه فيها بالنسبه للنادي الاهلي 4 ماتشات بس. لازم يعرف لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي تعرف ان الماتشات دي 4 ماتشات كؤوس، مش هينفع تفرط في اي نقطه من النقط اللي جايه في ال4 ماتشات، خصوصا ان الفرق المنافسه سواء الهلال او صن داونز لو وصلت الاخيره في المجموعه وكان كل واحد فيهم محتاج نقطه فهيضطروا ان هم يتعادلوا او هيتعادلوا مع بعض اوريدي، لان هم مش عايزينك معاهم في البطوله لانك انت بتمثل القاره كلها البعبع بتاع افريقيا. فانت كده يا جماعه محتاج ان انت تكسب وتثبت للكل ان انت فعلا البعبع بتاع افريقيا وان انت فعلا المخيف وان انت فعلا لسه النادي الاهلي ولسه هتنافس على البطوله، ولكن ال4 ماتشات اللي جايين دول حاسمين جدا جدا جدا. فلازم مارسيل كولر ولازم الجهاز الفني المعاون اللي انا مش شايف له دور خالص مارسيل كولر، بالعكس من كده تماما، انت لازم تسمع الجهاز المعاون بتاعك. لازم سامي قمصان يكون له دور مع مارسيل كولر ويوجهه ويقول له روح اعمل كذا او ما اعملش كذا، او بلاش يوجهه يقول له الاقتراحات بتاعته. انت يبقى ليك دور في النادي الاهلي بدلا من التخبط اللي هو فيه الراجل لانه لسه في سنه اولى افريقيا. فده اللي انا بقول عليه يا جماعه، ان المفروض الفتره الجايه يكون النادي الاهلي ومارسيل كولر والمدربين المعاونين وكل المنظومه حاسه باهميه البطوله دي للنادي الاهلي وحاسه باهميه البطوله دي لجماهير النادي الاهلي، وما ينفعش نفرط فيها بسهوله كده او نخرج من دور المجموعات. احنا مش زي اي حد في افريقيا، احنا مش زي اي حد بيخرج ويبقى بالنسبه لهم عادي. احنا جمهور غيور على فرقته، احنا جمهور بيبقى محتاج جدا البطوله الافريقيه زي ما هو محتاج جدا بطوله الدوري اللي غايبه بقى لها موسمين. فعايزين السنه دي ان شاء الله باذن الله بعد المستوى العالي اللي احنا قدمناه في كاس العالم نقدم مستوى كمان في افريقيا ونقدم مستوى في الدوري، ونعرف الناس كلها ان النادي الاهلي دايما هيبقى في العالي والنادي الاهلي دايما هيبقى رقم 1 في افريقيا. وان شاء الله باذن الله ناخد البطوله دي، وان شاء الله باذن الله نطلع كاس العالم تاني، وان شاء الله نشرف الكره الافريقيه زي ما احنا كل سنه بنشرف الكره الافريقيه. ونتمنى القادم افضل ان شاء الله باذن الله للنادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي ال4 ماتشات الجايين يفرحونا ويجيبوا لنا الديب من ديله زي ما بنقول، وان شاء الله باذن الله ما يفرحوش سواء صن داونز فينا او الهلال او ايا من المتربصين اللي هم بيفرحوا بخساره النادي الاهلي اكتر من فرحتهم بمكسبهم. وبتمنى الافضل او القادم افضل للنادي الاهلي والانديه كلها، انديه مصر كلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.